أهلا بيك يا صديقي. لو أنت طالب وبتشتغل في نفس الوقت فأنا حاسس بيك. عارف يعني إيه بترجع من شغلك تعبان ولسه قدامك مذاكرة وتسليمات وتكليفات ومحاضرات ما بتحضرهاش؟ الفيديو ده ليك. النهاردة هنتكلم عن إزاي توازن بين الشغل والدراسة من غير ما تتعب أو بتحس إنك بتضيع نفسك. ويلا بينا نبدأ خطوة بخطوة. أول خطوة معانا يا صديقي، حدد أولوياتك. أول حاجة لازم تبقى عارف أنت عاوز إيه وهدفك إيه. أنت بتشتغل عشان تساعد نفسك ماديا، ولا عايز تبني كارير جنب دراستك، ولا مجرد experience؟ ونفس الشيء في دراستك، هل هي أولوية قصوى ولا أنت بتكمل بيها؟ اعرف أولوياتك علشان لما الوقت يضيق تبقى عارف تختار تذاكر لمادة ولا تشتغل في شيفت زيادة. تاني خطوة معانا بتقول خطط لأسبوعك. بص، الجدول هو صديقك. كل ويك اند خصص ساعة تظبط فيها جدولك للأسبوع الجاي. امتى هشتغل، امتى هيكون عندي محاضرات أو مذاكرة، وامتى هريح. مثلا السبت والحد شغل، الاتنين مذاكرة، التلات راحة، الأربع تسليم، الخميس محاضرة، وهكذا. خلي عندك جدول مرن بس في مواعيد واضحة، وابعد عن عادة هعملها بعدين لأن التسويف غلط عليك جدا. تالت خطوة معانا، استغل الوقت الضايع. وقت المواصلات، وقت الراحة في الشغل، وقت الأكل حتى. دي أوقات ممكن تراجع فيها فلاش كاردز، تسمع فيديو تعليمي، أو ترتب أفكارك. يعني لو بتروح الجامعة أو الشغل ساعة في الميكروباص، دي فرصة ذهبية. حمل شوية بودكاست أو فيديوهات تعليمية واسمعها وانت ماشي. استغل كل لحظة، هتتفاجئ بالفرق اللي بيحصل. رابع خطوة معانا، قسم المهام الكبيرة لحاجات صغيرة. لو عندك تسليم تكليف، ما تستناش لحد يوم قبل الديدلاين وتضغط على نفسك. قسم الحاجة لمهام صغيرة جدا. يوم تجهز المصادر، يوم تعمل اوتلاين، يوم تكتب، يوم تراجع. نفس الفكرة مع المذاكرة، ما تستناش الامتحان. ذاكر أول بأول حتى لو ربع ساعة في اليوم. صدقني، تراكم صغير على تراكم صغير نتيجة كبيرة. خامس خطوة معانا، ما تنساش نفسك. كل ده حلو بس ما تنساش نفسك. لازم تنام كويس وتاكل كويس وتاخد بريك. لو ضغطت على نفسك أكتر من اللازم هتيجي في وقت وتتعب. أمي نفسك يوم راحة أو حتى نص يوم، تخرج، تلعب بلاي ستيشن، تتفرج على فيلم، تعمل أي حاجة أنت بتحبها. العقل محتاج ريسيت زي الجاز كده. سادس خطوة ودي الأخيرة، اعمل نظام ثابت. مش لازم حياتك تبقى فوضوية علشان عندك كذا حاجة أنت بتعملها. جرب تصحى في ميعاد ثابت وتكتب تو دو ليست. طلع ورقة وقلم واكتب انت هتعمل النهاردة. كل ما كان عندك نظام كل ما الضغط قل. في النهاية يا صديقي، التوازن مش انك تعمل كل حاجة 100%. التوازن الحقيقي هو انك توزع مجهودك صح من غير ما تتعب في نفسك. انت مش سوبرمان، بس تقدر تنجح في اللي انت فيه لو عرفت تدير وقتك كويس. لو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يجيلك كل جديد. لو عندك تجربة أو نصيحة اكتبها في الكومنتات، خلينا نستفيد كلنا. سلام.